السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. والله انا الفريزر كده لقيت فيه كيس لحمة كده شكله غريب. اتاري كيس لحمة ضاني من العيد كان عندي يعني، فقلت ده احسن محل ليه نعمله ايه؟ صينية لحمة. فالبصل الصغير ده، لقيت البصل الصغير ده في السوق، فرحت جايبة ايه منه كده كيلو وربع. هنقشره كده، يعني هنقشر البصل كله كده بنفس الطريقة كده لغاية ما نخلصه كله. بصوا هو كله صغير كده، اكيد انتوا يعني اكيد نازل في كل الاسواق يعني. وهي دي حته اللحمه بقى بعضمها، بس احنا هناخد اللحمه كده نقطعها حتت صغيره اللي هي ايه اصلا حتت اللحمه يعني. والعظم بقى هنسيبه برده في قلب الايه، في قلب الصينيه يعني. طبعا انت ممكن لو تعمليه في طاجن اعمليه في طاجن، بس انا عملته في صينيه مش في طاجن. وانا في طاجن هيبقى تحفه مش وحش اهو. قطعنا كده اللحمه، وده زيت لان دي لحمه ضاني فيها دهون، فمش هينفع ان انا احط سمنه كمان، لا ده زيت. وهنزل كده باللحمه اديها ايه تقليبه كده بحيث تاخد لون بس. فالحتت السمينه دي هتسلي مع السمنه مع شويه الزيت كمان اهو. بصوا سالت ازاي. هنحط لها بقى ملح وفلفل وشويه حبهان بودر، مع انا بطحنه هو حبهان وورق لورا والملح بس. نروح مقلبينهم كده كويس تقلبتين تلاتة كده، واروح شايلاهم واروح نازله بالبصل. برضو هقلب بقى بس مش هديله لون يعني، يا دوبك بدحرجه كده شويه. وانا بقى قطعت بطاطسايه واحده بس كبيره كده، مكعبات زي البصل مش طرنشات، لا مكعبات اهو. ورحت نازله بيها بس. وممكن تستغنى عن البطاطسايه دي، بس انا ايه قلت اخشنها يعني اهو. شوحتهم شويه كده وخلصوا على كده. كده تمام قوي، وهنشيلها من على النار. الصينيه بقى عاديه جدا، ألمونيا، تيفال، سيراميك، اي حاجه عندك. هننزل بكله كده بسمنته باللي هي زي نقول بقى زي الدهن كده اللي نزل، او اللي هي اللي نزلت من لحمه الضاني. وهننزل باللحمه عليها كده اهو. معانا بقى كده نص كوبايه ميه، وهنحط كده ايه 100 معلقه صلصه. وممكن ما تستغنى عن الصلصه خالص ما تحطيش، يعني 100 معلقه كبيره كده. وهنحط بقى ملح وفلفل لان احنا ايه الملح ده مش هيحيق البصل باللحمه بكل ده يعني اهو. وهنقلب كده، وهنروح نازلين على الايه على اللحم بس. مش عايزه غير كده. البصل طبعا بينزل ميته احنا متفقين. وهنروح مغطينها كده بالورق الالومنيا. عندك بقى صينيه بغطا براحتك، بس هو الورق الالومنيا اسلم حل. وهنحطها على الرف اللي هو فوق الشبك، اللي هو اول درجه في الشبكه، على الفرن عالي. احنا طبعا كده مسخنين الفرن. ياخدت لها حوالي ساعه في الفرن بالظبط. بصوا بسم الله ما شاء الله. بصوا بقى يا سيدي، كانت تحفه. البصل مسكر بطريقه رهيبه. طبعا انا بقى عملنا جنبه شويه رز اصفر او رز بلدي اللي هو الرز المصري بتاعنا العادي. انا كان عندي بسمتي عملته. بس اوريكم اللحمه استوت ازاي. بصوا بس سخنه يعني، بصوا سخنه جدا اهو. والبصل ما شاء الله بصوا دايب دوب كده. الواحد كان بيغمس كده، انا اكلتها بعيش بصراحه. البصلايه حته اللحمه بالبطاطسايه تحفه اهي. عملت بقى شويه الرز كده اهو. بصوا هنحط بقى كده جنب اللحمه والرز. اللي عايز ياكل رز، انا شخصيا كلتها بعيش، ما كلتش رز خالص. بس انا احفادي بيحبوا الرز البسمتي اللي هو الاصفر ده اهو.
طبعا انت ممكن تعملي جنبها اي حاجه، يعني مش شرط رز يعني. مكرونه عايزه بالعيش، انا باكلها بالعيش. دي ما شاء الله الصينيه دي كفتنا، كنا حوالي 5 افراد يعني. بصوا البصل فظيع. وفي طبعا كنا خرطنا البصل طرنشات يعني انا اقول لكم بس والله جربوا البصل الصغير ده تحفه، مسكر وحلو قوي. اوعي تنسي بقى تحطي لايك لو انت مش مشتركه في القناه، اشتركي وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من اختراعات منونه. بحبكم في الله، كل سنه وانتم طيبين، تركتكم في رعايه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.